الرسول عليه الصلاة والسلام متكئ بين أصحابه، يدخل أعرابي ويقول: أين ابن عبد المطلب؟ فيقول الرسول: قد أجبتك. فيجلس الأعرابي بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك بالسؤال، أسألك عن أشياء مهمة جدا تشغل بالي. هذا الحديث الكل يعرفه، لكن كل ما أقرأه يأخذني في بعد آخر. فقال الرسول: سل ما بدا لك. فقال الأعرابي: يا محمد، من رفع السماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. قال: ومن نصب الجبال؟ قال: الله. قال: ومن بسط الأرض؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس. قال: اللهم نعم. قال: أسألك بالذي رفع وبسط ونصب، الله أمرك أن تأمرنا ب5 صلوات باليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا بصيام رمضان؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا بالحج؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك بأن تأمرنا بالزكاة؟ قال: اللهم نعم. الأشياء الأساسية الأربع، أساسية فقط. قال: والذي بعثك بالحق لا أدعهن ولا أتجاوزهن ولا أنقص منهم، كما هم بأديهم، لا بزيد ولا بنقص. وأخذ ناقته ورحل عليه الصلاة والسلام يقول: أفلح إن صدق، إن صدق دخل الجنة. ديننا بسيط.